في 2018 ضيعت خدمة براتب خيالي، ماشي حيت ما كنت كنستحق، بل لأنني قلت جملة واحدة: أنا كنحشم. وفي ديك اللحظة كنت كنظن بأن الحشمة راه أداة، ولكن الحقيقة أنا كنت خايف نواجه بنادم، كنت خايف أن الناس يحكموا عليا، خايف نغلط، خايف من ردة الفعل ديالو. تخيل المدير سولني وقال لي: شنو هي أكبر قوة عندك؟ بلا ما نحس لساني تبلوكا وقلت ليه: أنا حشوم. شاف فيا باستغراب وقال لي: حنا كنقلبوا على القائد، مش على واحد كيخاف غير من خيال. وهنايا فهمت ان ديك الحشمه اللي كبرنا بها من صغرنا هي فخ، هي بحال واحد الزنقه اللي كتسد عليك عقلك وتخليك تشوف الناس كقضاة وانتيا المجرم. وكلما حاولتي ترضي بنادم وتجنب المواجهة ديالو، كلما ضيعتي فرصة باش تبين الحقيقة ديالك. واسمحني يا صديقي، الحشمة راه ماشي أداة، الحشمة هو واحد الخوف تخبي فيك للداخل. الفرصة اللي ضاعت راه ما ضاعتش حيت ماشي أنا اللي كنت مسؤول عليها، ولا نقولو حيت أنا كنت خايف نواجه بنادم وما قلتش أنا هنا. الثقة راه كتبنى فاش كتقرر تواجه داك الخوف وماشي تهرب منه. واش عمرك ضيعتي شي فرصة بسبب الناس؟ جاوبني في الكومنت وقول لي اصلا واش الحشمة عندك عائق ولا فرصة.